نبدأ الفيديو صلى على النبي. تعالوا بقى لما نعمل الوصفة الخطيرة دي، وهي مبكبكة الصدق. مش هتلاقوها في أي مكان، بس أهم حاجة إن الوصفة دي تهتموا بيها في الصلصة والطماطم، ما تبقوش بخلة في الصلصة والطماطم وبس كده. دي هتنجزك في ثواني. وتعالوا بينا نبدأ الفيديو، مش عايز أطول عليكم. صباح الخير أو مساء الخير عليكم، عاملين إيه؟ هنعمل مع بعض النهاردة مبكبكة الصدق. بصوا بقى، اول حاجه حطيتها على النار الصدق، وطبعا هستنى شويه لحد ما ينزل كل الدهون اللي فيه. مش هحط له اي دهون، ممكن بس احط له نقطه زيت بسيطه قوي عشان بس ايه ما يلزقش في الحله. جبت زيت بس كده، هحط اكتر من كده. هقلبهم شويه لحد ما ينزلوا الدهون بتاعتهم. بعمل تنميات ميتها تنشف ونزلت الدهون بتاعتها، وزي ما انتم شايفين كده خلاص داخله في التحمير. تتحمر بس شويه كده، وهنزل عليها بقى بالحاجات بتاعتها. خليكم معايا. هنزل بقى هنا بالثوم، اشوحه مع الصدق يدوبك ياخد تشويحه، واكمل معاكم بقى ايه الباقي. هحط بقى ايه البصل زي ما انتم شايفين كده. حطوا البصل على قد ما انتوا عايزين، حبه قليلين حبه كتير براحتكم، بس ما يبقاش بصل اوفر برضه عشان ما يبقاش ايه كتير في الاكل. يعني بالكتير بصلتين، بصلايه كبيره كده يعني. دي بصلايه متوسطه مقطعه جوليان. تدبل شويه وهحط باقي الحاجات معاكم. بقى هنزل بالطماطم والفلفل اللي انا مقطعاهم كلهم، يعني مقطعه مثلا فلفل اخضر على فلفل احمر، نزل كلهم كده. هقلبها بقى شويه عقبال ما الطماطم تدبل. هحط بقى باقي الحاجات. بقى دبلت شويه، هنزل عليها بمعلقه صلصه حلوه كده، وطماطم خرطتها عملتها عصير. هسيبها تتسبك شويه، وبعدين انزل عليها بالميه والمكرونه. كده هحط ايه توم باودر وبصل باودر، معلقه توم باودر وبصل باودر. هحط بقى نص معلقه كزبره. هحط بقى حوالي معلقه ملح، طبعا الملح على حسب انتوا عايزينه قد ايه. هحط بقى كمون، رشه كمون مش كتير. هحط بابريكا، حبه بابريكا صغيرين او مش كتير برضه، يعني حوالي نص معلقه صغيره. وهقلب كل ده مع بعض. هنزل بقى بالميه. تغلي شويه وهحط عليها المكرونه. هتخلي الطعم جامد. هحط نص مرقايه، اي نوع مرقه عندك بقى، ماجي او فاين فودز اي حاجه. حوالي نص معلقه زعتر صغيره. انا بحب التوابل بالذات الزعتر في المكرونه، بيديها طعم خرافي وخطير. هننزل بقى بالمكرونه، يعني احط نص كيس مكرونه. هتعملوا مثلا ربع صدق او نص صدق، اللي انتوا عايزينه حسب افراد اسرتكم. وتحطوا 450 جرام او 350 جرام مكرونه. المكرونه مع الصدق يغلوا على النار، وهشوفها بقى في الاخر واوريكم الشكل النهائي. كده ده كان الشكل النهائي للطبق بتاعنا اللي احنا عملناه. واشوفكم في فيديو على خير. ما تنسوش تقولي لي رايكم تحت في التعليقات. وبس كده، مع السلامه.